الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في أحد السفريات أمر بتأخير صلاة الظهر علشان خاطر إن الجو كان مشمس جامد قوي. فأمر إن هما يأخروها لحد ما يلاقوا مكان مظلم شوية علشان خاطر يسهلوا عن نفسهم صلاة الظهر. وكمان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتقول إن ما خير النبي بين أمرين إلا واختار أيسرهما. وبرغم إن الرسول هو أعظم قدوة لينا في الإسلام، ومع ذلك إحنا بنحاول نكلكعها على نفسنا كتير قوي في رمضان، وبنحاول نعمل كل حاجة اكتر بكتير من وسعنا واكتر بكتير من اللايف ستايل بتاعنا. فسهلها على نفسك شويه علشان تعرف تستمر وتعرف تعمل فعلا اداء مميز ليك في رمضان السنه دي. انا امنيه فريحه، والنهارده تاني حلقه من حلقات رمضان اللي حابه اتكلم معاك فيها عن التيسير والتسهيل. واحد من اكبر العقبات اللي بتخلينا ان احنا ما نعرفش نوصل للنجاح هي فكره الكلكعه. احنا دايما لما بنيجي يبقى عندنا ماده او عندنا مذاكره او عندنا بروجكت عايزين ان احنا نعمله، دايما اول حاجه بتيجي في دماغنا هي فكره ان انا عايزه اعمله باحسن طريقه ممكنه. البرفكشنزم، فكره ان انا اكون عايزه اخد خطوات صغيره او ان انا ابتدي فيه، مش بتيجي في دماغي على قد ما انا دايما ببقى عايز ان هو انا لو معايا لابتوب ومعايا ايباد ومعايا مش عارفه ايه هعرف ان انا احقق ده باحسن شكل ممكن. كذلك بنعمل كده في رمضان. اول ما ندخل على رمضان بنبقى متخيلين ان احنا هنغير حياتنا 180 درجه. انا مثلا ممكن يكون صلاتي مش منتظمه قوي، لا انا في رمضان هصلي بانتظام، وهصلي النوافل وهصلي التراويح وهصلي تهجد في اخر 10 ايام، هختم القران 3 4 5 مرات. وهحاول واحط لنفسي جولز كبيره جدا 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 اكبر من قدراتي اللي انا اصلا متعود عليها في اللايف ستايل بتاعي. فعشان كده غالبا بنسبة 99% وتسعة من عشرة تقريبا احنا مش بنحقق حاجة من اللي احنا عايزين نعمله ده. وان رمضان بيخلص واحنا تقريبا نفس الحاجة اللي حصلت السنة اللي فاتت هي اللي حصلت السنة دي. ليه؟ علشان احنا كلكعناها على نفسنا. برغم ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في كل القصص والحكايات اللي احنا عارفينها وفي الاحاديث النبويه هو بيدعونا ان احنا نكون بنيسر على نفسنا الامر، وان العباده مش بقدرتها على قد ما هي باستمراريتها. فعلشان كده في رمضان حاولوا ان انتوا تكونوا بتاخدوا الموضوع ستيب باي ستيب مقارنه بنفسكم. انا مثلا بحاول ان انا اعمل ده في الصلاه بقالي فتره كبيره جدا، والحمد لله وصلت من قبل ما ادخل على رمضان ان انا ملتزمه في الصلاه. اي نعم عندي شويه مشاكل كده في الصلاه، ان انا لما بطلع بره ساعات بنسى وحاجات كده، بس الفكره ان انا طول ما انا في البيت ببقى ملتزمه جدا بالصلاه، وبحاول على قد ما اقدر ان انا ما اخرهاش. فوعدت نفسي ان انا في رمضان ده ان انا وانس ان انا اسمع الاذان هقوم اصلي على طول ايا كان انا في ايدي ايه. وده يمكن جول من اهم الجولز. قرايه القران، انا بحاول ان انا اختم القران مره على الاقل في السنه. ساعات بقدر وساعات بيبقى فاضل لي مثلا كام جزء على اواخر رمضان على حسب انا بيبقى عندي ايه. فالسنه دي انا قلت ان انا مش هحط لنفسي جول ان انا اختم القران، انا هحط لنفسي جول ان انا في ال 30 يوم دول همسك القران. همسك القران وهقرا، سواء هقرا صفحه او هقرا 10، بس الفكره ان انا مش هيعدي عليا يوم في رمضان من غير ما اكون بتدبر في القران. وبحاول ان انا اكون باخده كعاده ليا، علشان حتى لو فعلا الموضوع ده استمر ل 30 يوم فانا لما هخرج من رمضان العاده دي تستمر معايا بقيه حياتي. اتمنى من الله ان شاء الله ان ده يحصل. اخر حاجه حابه اتكلم فيها في الفيديو ده، كنت منزله فيديو بتكلم فيه على مصطفى حسني لان الناس كتير قوي بتهاجمه من زمان. وانا من الناس اللي مؤيده او الناس اللي بتتابعه بشكل مستمر جدا وبحبه. والفكرة ان هو الكلام اللي بسمعه دايما من الناس اللي بتنتقده ان هو بيتكلم بأحاديث لينة وخفيفة قوي ومش دايما صحيحة. كلام بصراحة مش بعرف ان انا احطه في منطق جوه دماغي. بس الفكرة ان حتى لو هو بيتكلم كلام لين او بيحاول ان هو يلمس الاشخاص بشكل يكون بسيط وسهل عشان فعلا يقدر يحفزهم ياخدوا اول خطوة ان هم يصلوا او يصوموا او ان هم يتحجبوا او يعملوا اي حاجة ممكن تكون ايجابية ناحية دينهم. الفكرة كلها ان هو لو لين في كلامه او ان هو بينقي احاديث ضعيفه، بس الفكره ان هو بيأثر في الناس فعلا. ان اغلب البنات اللي بتسمعه او اللي متابعاه ممكن يكونوا بيحاولوا ان هم يغيروا من نفسهم خطوه خطوه. ان لما بيبقى عندهم اصلا الجراءه ان هم يسالوه اسئله ممكن يكونوا حاسين ان هم بعاد قوي او ان هم مش صح، بس مع ذلك بيسالوا عشان خاطر يحاولوا يغيروا من نفسهم. فانا من وجهه نظري البسيطه جدا اللي ممكن تكون غلط، ان زي ما الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان دايما بيسر ودايما كان بيحاول يبسط الامور على المسلمين، فاحنا كمان محتاجين نبسطها على نفسنا. اه احنا في زمن فيه مغريات كتير قوي، وعشان كده تمسكنا بديننا وان احنا نكون بنحاول نعمل الصح هي حاجة صعبة قوي. فعلشان كده مش محتاجين ان احنا نكبرها على بعض جامد او ان احنا نكون بنصعبها، لان الصعوبة دي بتخلينا ان احنا نحس ان احنا بعاد قوي ومش عارفين ناخد خطوة لقدام، مش عارفين نحسن من نفسنا مثلا، من الحجاب اللي احنا لابسينه، من شكلنا عامة، من قربنا من ربنا. لان قربنا لربنا مش بس بالشكل الخارجي اللي احنا شايفينه من الناس،
هو ربنا هو بس الوحيد اللي عالم بيه. فبلاش ان احنا نكون بنكبرها على بعض. حاول تسهلها على نفسك، حاول تاخد خطوات دلوقتي بسيطة قوي، حاول ان انت تحط اهداف لنفسك سواء في رمضان او غير رمضان تكون قابلة للتحقيق بالنسبة لك انت، علشان خاطر تعرف تحققها. لان انت لو حققتها هتبقى حاسس من جواك بتحفيز كده تلقائي هيخليك تعرف تكمل وتستمر فيها. بس الفكرة ان انت لو في رمضان حاولت تضغط على نفسك جامد قوي ومعرفتش انت تحقق اللي كان نفسك فيه، هتخرج من رمضان وانت زي ما دخلت بالظبط. فأتمنى إن احنا كلنا نخرج من رمضان واحنا فعلا متغيرين، أو على الأقل ضايفين عادة أو عادتين في حياتنا نفسنا إن احنا نغيرهم. بس كده، شكرا ليكم.